عندك فتحات زي دي كده في سطح البوتاجاز بتاعك. بجد الفيديو بتاع النهاردة حلو جدا. هقول لكم على فكرة معظم الستات ما تعرفهاش. يلا بينا تابعوا الفيديو للنهاية واقول لك على طريقة حلوة للكيك ببيضتين بس. معايا عدد 2 من البيض. تمام، هضيف عليهم كيسين من الفانيليا، ولو عندك فانيليا سايلة ضيفي كده نص معلقة صغيرة، وهندوب البيض مع الفانيليا الأول. تمام، عشان البيض ياخد ريحة الفانيليا كده. وبعد كده هضيف كوباية الا ربع سكر، ونص كوباية من اللبن، ونص كوباية من الزيت. أظن مفيش أسهل من كده، مقادير اقتصادية جدا. وهندوبهم كويس جدا مع بعض. وهنا بقى السر، اللون الفاتح بتاع الكيك، وهي معلقة صغيرة كده من الخل. وهنقلبهم كده مع بعض. بعد كده هنجهز مع بعض المواد الجافة، وهي كوباية ونص من الدقيق لكوبايتين حسب القوام معاكي. تمام، انا كده ضفت كوباية ونص، وعليهم كيس من البيكنج باودر او معلقة ونص كبيرة من البيكنج باودر او كيس من الكيك شيف. بس هتطلع معايا جميلة جدا برضو، وانا استخدمت بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة. وهننخل الدقيق كويس جدا بالطريقة دي عشان الكيكة يدخلها هوا وتطلع معانا احلى كيك. وهنخلطهم كويس جدا. لو لقيتي القوام سايل قوي معاكي تزودي دقيق، لقيتي القوام تقيل زودي شوية لبن. تمام كده يا قمر. القوام المظبوط بتبقى خط طويل رفيع مش بيتقطع. هنصب بقى خليط الكيك معانا في صينية تكون مبدراها بالدقيق ومدهونة دهنة بسيطة كده من الزيت الأول. سامحوني بقى، ولادي كانوا بيساعدوني في الكيك. دخلتها الفرن، طبعا شغلت الفرن قبلها ب5 دقايق بس، ودخلتها كده في الرف اللي في النص، ومشغله لها الأرضية فقط لا غير. خدت معايا ساعة الا ربع، لأن الفرن بتاعي ده كده على مهله شوية. فابتديت كل فترة كده أبص عليها وأدور الصينية لغاية ما ضفت السكينة في النص وطلعت معايا نظيفة. وكده الكيك ما شاء الله تحفة. عايزة تاكليه على كده تمام، عايزة تعملي زي ما انا هعمل كده. هنبتدي ان احنا كده ايه، نعمل له فتحات بقى بالسكينة بأي حاجة موجودة عندنا. وعملت له هنا ايه، زي مهلبية كده باللبن. يعني جبت لبن وضفت عليه نشا وسكر، وقلبته على النار لغاية ما القوام تقل معايا. وبعد كده ضفته على وش الكيك عشان تبقى طرية كده وجوسي وتبقى طعمها حلو جدا. تمام، ولادي هنا طبعا اللي بيساعدوني. التاتش الأخير بتاع بنتي مريم اهو، لقت كده شوية شوكولاتة فضفتهم على الوش. لو كانت شوكولاتة ملونة كانت هتبقى أحلى وأحلى طبعا. لكن اللي كان عندنا شوكولاتة اللي هي الغامقة، اللي هي شوكولاتة شوكليت شيبس. طبعا المفروض اسيبها تبرد، بس في تتار حواليا وولاد صغيرين مش هيصبروا طبعا لما تبرد، هياكلوها وهي سخنة. طبعا لو بردت هنلاقي الطبقة بقى اللي على الوش دي بقى كده ايه، مسكت نفسها. بس مش مشكلة يعني، مادام هما اللي هياكلوها. بصوا سخنة سخنة جدا لسه، ومع ذلك هوريها لكم، لاني انا لو ما وريتهالكوش دلوقتي مش هلاقيها تاني. شايفين ما شاء الله، واخده لون ذهبي جميل من الارضيه ومن الوش. طبعا انتوا شفتوها قبل ما اضيف عليها الوجه الاخير. والقوام بتاعها تحفه، جربوها هتعجبكم قوي. ويلا بينا بقى نشوف الفتحات دي لازمتها ايه. الفتحات دي لازم وانت مشغله الفرن تتاكدي ان الفتحات دي تكون مفتوحه معاكي. ولو ضفتي ورق فويل لازم تتاكدي ان الفتحات دي تكون مفتوحه معاكي. وباستمرار كده تنضفيها وتطلعي الدهون اللي موجودة فيها بواسطة فرشة. يعني أي فرشة أسنان عندك قديمة مش بتستخدميها هتنضفيها بالشكل ده، عشان خطر جدا ان الفرن بتاع البوتاجاز تبقي مشغلاه والفتحات تكون دي مسدودة. لازم تتأكدي باستمرار، لان دي التهوية بتاعة الفرن. يعني مثلا انا كنت بعمل صينية كيك، لازم اتأكد ان الفتحات دي مفتوحة معايا ونضيفة عشان التهوية من هنا.